على بركة الله يا اخوان، بنصعد اعلى الجبل. لازم اغير الان. اوه نفسي. الله الله الله، هذا يحميك من البرد؟ هذا يحميني من البرد. بعد الله. هذه من الصوف يا اخوان. درجة حرارة في الليل الى سالب اتوقع 4 5 6 8 حسب الريح، لكن الان انا شفتها في السيارة 2. ادخل سنة 10 سالب 10. سننام هنا اليوم في الاعلى ان شاء الله. راح احاول، اذا صملت انام هنا، اذا ما قدرت ساخبر رشيد اريد ان اعود. لا تحط على خربوش. ينام هنا. خربوش قوي ضيق شويه. دابا الجاكيت البس هذا ضد الماء او هذيك مزيانه. هذا ضد الماء افضل، او الثاني الاخر بالشعر كثيف. وعلى بركه الله دعواتكم. ثلج مرتفع. ها شوفوا ارتفاع الثلج. اوه والله 1 كيلو سنصعد. هنا مازال خفيف. زيد طلعت شوف. اخترت هذا المكان يا رشيد؟ لا اختاره. اختاره الله. اختاره الله، وعايشين جدودنا ثامته هنا، والدينا هنا، وكل شيء هنا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. توكلنا على الله. الله يلا، لا اله الا الله. كل يوم تصعد هذا الطريق يا لا اله الا الله. يا اخوان يا اخوان، رشيد يطلع الطريق هذا وهو صعب جدا. لا اله الا الله. كل يوم تصعد هذا يا رشيد. توكلنا على الله. ولا حول. اوه لا اله الا الله. رشيد انت في قلب الجبال. انا في الجبال. لا اله الا الله. يا الله، نحن نسبح هنا. لماذا اخترت هذا المكان الصعب؟ لا اختاره. ها والله. اقترب مني من اجل الصوت. رشيد لماذا اخترت هذا المكان الصعب؟ قد يكون واحد من اصعب الاماكن. لا انا لا اختار هذا المكان، لان هذا المكان اختاره الله، ولانها يعيش هنا في جدودنا ووالدينا، ونحن نسبح هنا. الله الله، منذ زمن الاجداد. لا اله هنا تماتوا. لا اله الا الله. ارض الاجداد ماتوا فيها اجداد. رشيد في قلب جبال الاطلس، رحم الله من مات. شوفوا يا اخوان، طبيعة اشبه بالخيال، يعني قرية ريفية، يعني اجواء ريفية طبيعية، حياة طبيعية، حياة بسيطة. وبعدها تصعد هذا الجبل الشاهق. عند خربوش وخربوش. يا الله، اخبرني لماذا هذا اللي يا رشيد؟ هذا اللي هذا الماء. نعم، يستفيد منه الناس في الاسفل. من العوينة، من الماء. من العين. من العين. يشربون مياه صافية. يشربون الماء ويسقيهم الاشجار الاشجار والانعام. شوي ديال القمح، شوي ديال الشعير، شوي ديال البطاطا، شوي، يا الله يا اخوان، باش يكون عندك ما تاكل في هذه الاوقات. يوجد جهاز في الاعلى؟ اخذوا من اشياء بسيطه. يعني لا يوجد جهاز في الاعلى؟ لا بدون جهاز ولا شيء يا اخوان. لي يشبكونه في العيون مباشرة. صب ماء نقي صافي صافي جدا يا اخوان. هذه تكون واحدة من اسعد لحظات. ندفع الماء الى من خرج من الثلج. طيب يا رشيد اصبر علي، انتظرني. هل يا رشيد تكون سعيد عندما يذوب الثلج بهذا الشكل؟ يذوب عندما يأتي الماء يعطينا الماء تكون سعيد أنت؟ سعيدا، لأنها الماء أساس الحياة. لأن الماء أساس الحياة. ورشيد يكون سعيد جدا عندما يذوب الثلج. أستطيع أن أشرب يا رشيد؟ الماء شرب. رشيد يشرب الماء الآن. بسم الله. بسم الله. ما شاء الله تبارك الله. رشيد يشرب من ماء العيون، من ماء الجبل. اوه تزيل الثلج. ها تكون سعيد عندما يذوب. الآن يا اخوان جاء الوقت. بسم الله وعلى بركة الله راح نشرب الماء من الجبل مباشرة. من الجبل، منك العوينة. الله، أنا متحمس صراحة، والله متحمس. يكون فيها الثلج يعني والبرد قارس.
اخونا رشيد ايش تسوي؟ بس الماء راه سخون ما باردش الماء. ما سخن باردش اليوم. بزاف. سخن الماء بسبب الشمس اليوم. اليوم سؤال يا رشيد، لما يكون ثلج ما في ماء ايش تسوي؟ لا يوجد الماء ولا كيفاش؟ لا يوجد ماء لا يوجد ماء ولا يوجد ثلج. ويوجد ثلج. لا يوجد يوجد ثلج. يوجد ثلج. ندوب في في القنينة بالعافية. بالنار يحطونه في النار وبعد كذا يذوب ويشربه في الاوقات الصعبه. يعني هذا صالح ل جامد. بارد. لأن ندوبه ونخليه يطيب يسخن عاد نشربه عاد صحي للشرب. الآن راح أجرب تجربة شرب مياه الجبل، جبال الأطلس، ماء صافي. ماء صافي هكذا بارد سخون. وووه طيب. اشرب. بارد يعني برودة لذيذة، يعني كأنك حاطه في الثلاجة. واو صافي جدا يا اخوان. محظوظ انت يا رشيد. انت اللي محظوظ. ما شاء الله يا اخوان، والله انت اللي محظوظ لقيتي هذه اللحظة. والله محظوظ. واخا تريد تشريها ما تلقاها. والله لو تشتري تدفع فلوس على هذه الاجواء ما تشتريهاش. ما تشتريها. تخسر الوقت. تخسر الوقت وتاخذها. اما باش تخسر الفلوس تاخذها ما تلقاهاش. والله ما تلقاها. هذه اجواء يا اخوان تنشرى لو تدفع عليها فلوس، لو تدفع عليها مليون ريال عشان تعيش التجربه هذه لا. ما تلقاها، ما تلقى نفس الاجواء. لكن تخسر الوقت من وقتك تلقاها. تتعب من اجلها. مشينا مسافه طويله. لان الماء ضروري. بسم الله. توكلنا على الله. لو في هذه التجربة ما كان فيه إلا شرب هذه المياه تكفيني. تاكل شوية وتشرب الماء صحي وتاكل شوية وتنقز. الموية فقط، الماء فقط، وجعلنا من الماء كل شيء حي. والله العظيم لو ما جيت إلى هنا إلا لشرب هذه المياه تكفيني. شفت تغيير الكفر العجل والتعب والمشوار. تشرب الماء وتنسى العذاب. الحمد لله كل التعب. يا رشيد شفتك في تجربة جميلة جدا، تعمر الشاي الأتاي بالثلج. وأنا أبغى أعيش التجربة هذه معك. تعيش معي التجربة؟ والله مرحبا. لكن أصبر، أنا اللي راح أعمر الثلج. بسم الله. أنت تعمر ثلج؟ أنا أعمر. يلا بسم الله. الطريقة كيف؟ الطريقة ما تحب أن تسين كما شاهدتي معايا في فيديو. أعملها. لازم أحيد أول شيء الأوساخ. زين هاكاك مزيان كذا بعدنا الأوساخ من الفوق، الهواء، الرياح، وناخذ من الأسفل. بسم الله. أوه ما شاء الله. أوه بسم الله. بسم الله. صافي اللي تحب. واحدة أخيرة. وهذه على رشيد. لا البرد. توكلنا على الله. سير بلاتي نديروا ليها هذا الشاي. نعم. هذا اتاي والسكر. خلينا نديروا ليه واحد الحركه زوينه. ماذا ستضع؟ نضع الشاي. نضع في بسم الله. البريق براد. ونضع السكر. يلا توكل على الله.
ونضع السكر. اوه كل هذا السكر. أيوه. الدنيا حارة نحلوش بالحياة. يا لطيف يا اخوان، انا اكتشفت ان اهل المنطقة هذه يعشقون السكر بشكل ما تتخيلون. كل يوقف السكر تصير مشكلة أزمة. يعني اشوف السم والبارد يساعدكم في النشاط. ايه يساعد في النشاط. والله يحطون سكر في الاتاي وفي القهوة وفي اي شيء. صار في يدوب. دابا الثلج يدوب وينزل وينزل اتاي وينزل السكر ينزل ويدوب ونعمر اتاي. والله فاهمك، توكلنا على الله. تفهمني؟ فاهمك والله، بس سهل. خلينا اقرب هذه اوريهم. لا تي شوفوا ها، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله. شوف السكر كيف اكثر من الثلج ما شاء الله. يلا توكلنا على الله. وهذه ووووه ها، تبغى حرب يا رشيد؟ حرب الثلج. يلا يلا. العافية. هذا هو البراد يا رشيد. البراد هذا جبتيه. العافية. حطوا فوقه العافية يطيب. بسم الله توكلنا على الله على طول. على طول. الان حيدوا هذا البراد قديم. راه صبر معنا. خصو يشد التقاعد هذايا. خصو يتقاعد هذاك. هنا صافي. هنا هذا ننزلوا ندفعوا الخشب يطيب. طيب الخشب باش يطيب براد. طيب الله يطيب فالك. باش يطيب براد. الله يطيب فالك ومالك. دابا نتسناو ونشربوا اتاي. الله. وغنطيبوا بيض. والزيت بلديه والخبز بلدي. اوه بيض بلدي. اوه شيء. ونطيبوا الزيت بلديه مع الخبز بلدي. احلى وجبه. والماء طبيعي. يا سلام. وبناكل هنا في الغرفه هذه الجميله. خشب